انت فاهم الاستثمار العقاري غلط بنسبة كبيرة. مش كل عقار لازم يبقى شقة، في أصول عقارية تانية بتشتغل كأنها كاش كاو من أول ما تستلمها وهي بتأجر نفسها بنفسها. فمش لازم تشتري شقة عشان تدخل السوق العقاري، السوق اتغير والفرص الجديدة مش دايما في الشكل التقليدي. فكر في العقار مش كمبنى لكن كأصل شغال من أول يوم. هقولك على أمثلة للعقارات بتشتغل من أول يوم، ركز معايا. أول حاجة الوحدات الفندقية، بتتأجر يوميا أو أسبوعيا، وفي شركات إدارة وفنادق محترفة بتقوم بكل حاجة عنك، التسويق التشغيل التحصيل، وانت ببساطة بتستلم العائد مقابل نسبة بسيطة، والدخل بيكون بالدولار كمان. تاني حاجة الاستوديوز المفروشة، بتكون بلاج اند بلاي ومطلوبة دايما من السياح والطلاب والمغتربين، سهل تأجرها وسهل تسيلها. تالت حاجة الوحدات التجارية الصغيرة، محل صغير في مول، سوبر ماركت، دي مش عقارات ساكنة، دي بتدور 24 ساعة وعادة بيكون عليها طلب دايم. المهم تكون في الموقع الصح، ولما المشغل بيكون قوي بيجيب عائد ما تحلمش بيه. رابع حاجة العيادات أو الوحدات الطبية والبنوك، اللي بيأجر بيدور على سيت اب جاهز بعقد طويل وعائد قوي. واخر حاجة البراندد ريزيدنس، يعني تشتري في مشروع بيقدم لك كل حاجة، تشطيب وتأجير وصيانة وتسويق، وانت مرتاح وتحت اسم علامة عالمية. وممكن تشتري حصة في عقار يجيب عائد، ودي تنفع قوي لصغار المستثمرين وكلمتكم عنها بالتفاصيل. النهاردة في حلول تانية أسرع في العائد وأقل في المجهود وأسهل في التخارج. لو بتسمع كلام كتير ومش عارف تبدأ منين، اتواصل معايا.